أسهل مندي ممكن تعمليه بالفرن بس بدون عدة كثيرة وبدون شغل كتير، بالفرن بس والدجاج مستوي والرز مستوي 100%. أول حاجة عندي صينية ولازم الصينية تكون حوافها عالية، حوريكم ليه بعدين حنزل بيها بكمية مناسبة من الرز. أنا هنا استعملت 3 كبابي، وبعدين حضيف موية مغلية، لازم تكون مغلية بنفس مقدار الرز، يعني استعملت 3 كبابي رز قصادهم 3 كبابي موية مغلية، وعندي 3 ملاعق زيت. وهنا عندي المنكهات: ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، بصلة مقطعة لأرباع، فلفل حامي، وملعقة كبيرة ملح. هقلب الصينية كويس عشان تتجانس المكونات. بعدين حأقفل الصينية كويس بقصدير، وبعدين حأعمل فتحات بالسكينة على القصديرة من فوق زي ما انتوا شايفين. طبعا الطريقة دي يمكن تكون غريبة عليكم، لكن صدقوني النتيجة بتستاهل أحلى شديد من اللي بتجيبوها من المطاعم الجاهزة. وبعدين حابدأ أخد قطع الدجاج فوق القصديرة مباشرة، زي ما انتوا شايفين. أنا هنا استعملت سيقان دجاج بس. هنا حابدأ أعمل تتبيلة الدجاج. طبعا المندي أهم حاجة فيه واللون الأصفر الجميل. عندي نص ملعقة كركم، ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، وملعقة كبيرة ملح، وعندي 3 أو ملعقتين زيت. حقلبهم كويس شديد، وبعدين حادهنهم على الدجاج من فوق. حاغطي الدجاج بورق زبدة، وبعدين قطعة تانية من القصدير، وحاقفل كويس شديد. حاسخن الفرن على أعلى حاجة، بعدين حأخفضه على درجة حرارة 180. ينتبهوا إنه الحرارة ما تكون عالية شديد عشان الموية حقة الرز ما تغلي وتتدفق لكم في الفرن. هدخل الصينية في الشبك في النص، درجة حرارة من فوق ومن تحت زي ما قلنا 180، لمدة 50 دقيقة. بعدين آخر 5 دقايق هفتح الشواية من فوق زي ما انتوا شايفين استوت تماما، وفيها نكهة رهيبة شديد ما زي اللي بتتعمل في الحلة أو البوتاجاز من فوق. واللحمة مستوية تماما ودايبة، والرز فيه طعم رهيب. جربوها ووروني رأيكم.